السلام عليكم. مع أمينة حناش. جامي راكو رايحين تحيروا في الفطور ولا في العشاء؟ لوبيا مشطو مقلية دارت حالة وكامل سقسيتوني عليها وقلتوا لي كيفاش طيبتي المشطو أمينة. أيا اليوم جيت ندير لكم الوصفة هذه تاع ميمتي العزيزة، درتها معاها وبزاف بزاف بنينه. دونك تابعوني باش تشوفوا كامل التفاصيل باش تحصلنا على لوبيا طريه وبنينه. خديت هنايا طنجره درت فيها شويه زيت وشويه مارغرين وقليت الدجاج تاعي، زدت طفت عليه شويه فلفل كحل شويه تاع الملح وخليته حتى ولا لي حميمر شويه. من بعد درت شويه تاع الثوم، قيس 2 سنينات تاع الثوم. هاد 2 سنينات تاع الثوم انا درتهم غابي، خليتهم تقلاو غير شويه وضفت عليهم 3 كيسان تاع الماء، غلقت الطنجره تاعي وخليت هذاك الدجاج يطيب في غردو. من بعد خديت مقله كبيره درت فيها 2 مغارف كبار تاع لا مارغرين وفنجان تاع الزيت، درت فوقهم هذيك اللوبيا مشطو تاعي اللي كنت نقيتها وغسلتها. من بعد درت عليها شويه تاع الملح، غلقت وخليتها تتقلى في غردها كيما راكم تشوفوا حتى دبالت كامل وخدات لي شويه اللون الذهبي. قطرتها من الزيت تاعها ورميتها فوق الدجاج اللي كان طاب. هنا كيما راكم تشوفوا الدجاج طاب لي. من بعد زدت عليهم 2 سنينات توم يكونوا غابي كيف كيف وخليتهم يطبخوا مع بعض. نحيت الدجاج وحمرته في هذيك المقله اللي كنت ديجا قليت فيها الماشطو، عاود رجعته للماشطو ديالي والطبق راهو جاهز. خليتهم يطبخوا كيف كيف حتى زدت عقدت لي بيان المريقه تاعي وما تجينيش مايها وتحصلت على مشطو روعه. المشطو كيما لاحظتوا عاود رجعتها للمرقه باش تزيد تطرى اكثر واكثر. رافقتهم بالفخيت، الفخيت راح تتشمخ كامل بهذيك لاصوص تاع الدجاج، وهذا المشطو تاني راح تتشمخ لاصوص تاع الدجاج وراح تجي اكثر من رائعه. والثوم اللي درتها في الاخير راح تزيدها بنه على بنه. نتمنى انكم تشاركوا الوصفه مع لي زامي تاعكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جنب وتخلوا لي تعليقاتكم. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير في فيديوهات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.